هو شوفوا، انا جوابي لهذا الشيء تريدوا له لا؟ حقول لكم جوابي لهذا الشيء. بما انهم يريدون اعتذار او هو يريد اعتذار، اول شيء انا انتظرت، طبعا فتحت لايف متاخر، انتظرت الساعه 11 تجي واشوف هل هو يعني رجال وقد كلامه او لا. للاسف يعني كنا نعرف شنو الجواب، فلذلك اي شخص حيتعدى على بنيه حيكون هذا الجواب، خاصه بهالطريقه هاي العدوانيه، بهالطريقه هاي اللي ما حد يتشرف بها. فمال سالفه انه دخل ست القستات، مال سالفه انه انت تقوم تحكي انه انت رجال وتطلع وتسوي رجوله، مو انت تحط وقت حتى تفضح بنيه، هاي مو رجوله. بالنسبه للاعتذار، بالنسبه للاعتذار احب اقول لك تف عليك وعلى اللي يعتذر منك. انا كلك على بعضك ما شايفك، ولو مو انت لو يجي 10 مثلك ما اعتذر من واحد مثلك خسيس. خليك بعيد، خليك بعيد وصير رجال، تعلم تصير رجال. لا اقوم راسك كسره، تمام؟ مو انا اللي اعتذر منك بابا، ولا انت ولا الاكبر منك اعتذر. انا اعتذر من انا اشوف شيء اسويه غلط اعتذر، بس انت منو انت على مود اعتذر منك؟ انت شخص كل اللي تسويه تحط وقت حتى تروح تنزل شغلات على بنيه باللايف وتقعد تفضحها بشرفها ومدري شنو. يعني الا ارجع اهين بيك بكل لايف وانا اطلع لازم اهين بيك ولازم امسح بيك القاع. يعني الله عليك انت ما تمل، انت ما تتعب، والله صدق ما تتعب. انت حاط توقيت، يلا هسه انتظرنا، انت قلت هاي يا رجال حط شواربي مدري وين، روح حطهم بابا، روح حطهم، لا تكبر بالحكي. انت عبالك هاي الناس والدنيا كلها مقلوبه، الامه كلها مقلوبه من وراك، لانك انت شخص مريض، انت شخص بك خلل بالدماغ. يعني الخلل اللي بالدماغ عندك انحصار، مضرطه بالدماغ عندك. يعني تدري شنو يعني؟ انت مالك علاج، يعني انت بس مجرد تحب تصير رجال، انت تحب تصير رجال، بس للاسف انه ما يصير. يعني هذا الشيء ما يصير وياك. فبرايي انت يعني والله العظيم يعني كنا نعتذر منك على شغله واحده، انك مو رجال. اما الشيء الثاني اللي ممكن نعتذر منك به فهو تف عليك، ما حد ما حيعتذر منك على شيء، ما تسوى انت احد يعتذر منك. وانا بكل لايف راح اظل امسح بيك القاع لحد ما تصير رجال شوي، تتعلم من الامور وانت تطلع تعتذر من البنيه اللي غلطت بحقها. اما اذا راح تظل تطول وتعرض وتدور اعتذارات فلا، حنظل نمسح بيك القاع كل يوم. اقسم بالله عندي استعداد كل يوم افتح لايف وامسح بيك القاع لحد ما تصير رجال وتعتذر من البنيه. لان انت فعلا ما محسوب، يعني انت ما محسوب علينا. انا بالنسبه لي ما محسوب علينا، انا اقول لك اياها من عندي، وياي كلهم مشاهدين، كلهم وياي، يعني كلهم يدعمون اللي اقوله. انت ما محسوب علينا، مستحيل تكون محسوب علينا. يعني مره مرتين ثلاثه اربعه غلطت انت واعتذرت، يعني ادري كم مره. هسه لو مره واحده اقول اوكي، الانسان يتعلم من مره واحده ويعتذر وتروح. كم مره صار يا معود؟ ايش بيك ما تقول لي؟ ايش بيك كل يوم قاعد بالسياره وفاتح لايف وتريد تطلع وما تقدر اصلا، كل شيء ما تقدر تسوي. انت بيضه ما تقدر تقضي، انت من يحترمك؟ انت زين اصدقائك اللي بصفك يحترموك لانه عندك مشاهدات باللايف، والله لو ما عندك مشاهدات باللايف غير كان طردوك برا، كان حتى اكل ما عندك تاكل. ليش تخلي الواحد يحكي؟ انت قعد بابا، اقعد روح اسستك مستقبلك، روح انت اصلا هناك شنو؟ انت ليش مسافر طالع تهريب؟ انت ليش طالع تهريب؟ ليش؟ حتى تروح تلقي لك مستقبل تروح تفضح بنات الناس. ترى شوف اللي يطلع ويروح على بلد بقوانين وبإقامة وبمدري شنو، مو على مود يقعد يفضح بنات الناس والقانون يحميه. القانون هناك يحميك حتى تبني مستقبلك، مو على مود تجي تفضح بنات الناس. بس انت يا اخي قلت لك انت دماغك يحتاج لشنو؟ تدري شنو؟ يحتاج لألزمة اغسل دماغك غسل، لانه انت حتى دمك وسخ. يعني انت الدم اللي يمشي بجسمك وسخ، فهذا المشكله متصل بدماغك، فالوساخه كلها معشعشه بجسمك. يعني من ما اجيب جسمك، من ما احاول احوره ما اقدر احوره، ما اقدر حتى ما يتحور، لانه ما شاء الله انت التحوير اللي جايك ابديت من اليابان. بحيث شنو؟ قبل انت مقلوب بدقيقه واحده قال بيك بنيه. يعني سالت الرجال اقول اوكي، بس ما مستحيل. شلون شو اسوي لك؟ ما اعرف، مدى القى شيء بيك يحسسني انه انت رجال، تمام؟